السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابن الناس، لما تيجي تتهم بنت الناس، مراتك، أم عيالك، بأي تهمة أخلاقية، وقبل ما تقول فيها وفيها وفيها، راعي إن اللي هيشيل الليلة دي ولادك مش مراتك. سواء مراتك زي ما انت بتقول، سواء مراتك مش زي ما انت بتقول، اللي هيشيل الليلة كاملة ولادك. والله لو عندك بنت يبقى انت دمرت الدنيا ووقفت حالها وشيلتها الطين على دماغها ليوم الدين. مفيش واحد عاقل في الدنيا يتهم مراته ولا يشوشر عليها ولا يقول عليها فيها ما فيها، حتى لو هي كده، إلا إذا كان لو كان ده راجل مختل عقليا. فما بالك بقى لو انت بتفتري عليها وبتتبلى عليها، وانت أصلا فيك اللي فيك وفيك عيوب الدنيا كلها. والله لو كنت صاحب سوابق وبنت الناس أبيض يا ورد، مفيش أي حاجة تدينها، يعني تبقى فيك وتجيبها في غيرك زي ما بيقولوا. فأنت قبلت في يوم من الأيام تدخل بيت وتاخد بنت الناس وترتبط بيها وتخلف منها وتعيش معاها، يتعاشر بمعروف يتفرق بإحسان. إنما تتكلم في أعراض ده مش مسموح، تتكلم في سمعة ده مش مسموح، تتكلم في سمعة وفي أخلاق، خصوصا لو كانت الست دي أصلا شايلاك وشايلة ولادك وشايلة بيتك وصاينة اسمك. راعي ربنا وراعي ضميرك وانت جاي بتتكلم نص كلمة. مش هقولك على مراتك لان ممكن كلمة بينك وبين مراتك تنتهي، انما راعي ربنا في ولادك اللي هيشيلوا شيلة مش بتاعتهم، خصوصا لو انت بني ادم عديم الضمير، ولو انت بني ادم عديم الاخلاق وعديم الاحساس، وبتتهم امهم بحاجة هي مش فيها، او حاجة انت فهمتها غلط، او حاجة انت حللتها غلط، او حاجة انت اتبليت عليها بيها. والله عليك، الله عليك، يعني لو انت فيك ما فيك وساكت ده كله ما بتقولش لولادك انت فيك ايه، وبتقول لولادك امكم وامكم وامكم وامكم. منها انت بتشيل وزر ان انت بتشيل العيال من امهم وبتقطع صلة رحم بين ام واولادها، ومنها من ناحية تانية ان انت بتعمل عقدة نفسية في نفسية الاطفال، وفي قلبهم بتربي حقد وغل. صدقني في يوم من الايام انت هتدفع ثمنه، لان العيال دي استحالة هتطلع اسوياء في يوم من الايام. وامهم ممكن تعيش حياتها بالطول والعرض، وممكن كلمة بينك وبينها زي ما قلت قبل كده كل واحد يشوف حاله. انما تفتكر هتقدر تشيل اللي انت زرعته في قلب ولادك؟ هتقدر تمحي من ذاكرتهم اللي انت لقنته لهم واللي انت قلته لهم واللي انت ربيتهم عليه؟ هتقدر تشيل من نفسهم ومن قلبهم حنين لأم، وكل لحظة عدت ان انت فرقت بين امهم وبينهم، وانهم شايفين امهم اسوأ بني ادم، حتى لو ما شافوش منها حاجة بس ودنهم سمعت اللي انت بلغتهم بيه واللي انت قلت عليها؟ اتقي الله. ساعتها على فكرة مش هتبقى مراتك هي او ام اولادك بمعنى اصح هي اللي ست سيئة الاخلاق، هتبقى والدتك هي اللي سيئة الاخلاق، انها ما عرفتش تربي راجل يصون ام ولاده، وما عرفتش تربي راجل صح بمعنى الكلمة. ازاي يتعامل مع بنت الناس اللي هو ارتضى في يوم من الايام ياخدها من بيت اهلها معززة مكرمة ويحطها في بيته، وفي الاخر يشيلها الطين بسبب عقد واحد مريض نفسيا. السلام عليكم.